شفنا امبارح ماتش الزمالك والاسماعيلي وماتش سموحه وبيراميدز والحالات التحكيميه واللغط التحكيمي اللي حصل في الماتشين يعني. الزمالك طرد مستحق محمد السيد وما اتحسبش. ماتش بيراميدز جول من اوفسايد صارخ صارخ وبرضه ما اتحسبش. ومع ذلك لو جينا اتكلمنا وجمهور الاهلي اتكلم او اعلام الاهلي اتكلم، هيبقى انت مالك؟ انت مش طرف في الموضوع. طب احنا عايزين نعرف دلوقتي، طب بعد الهدف الاوفسايد بتاع بيراميدز فين صياح الزمالك؟ وفين البيان اللي طلع زي البيان اللي طلع في ماتش الاهلي؟ ما هو انت بيراميدز دلوقتي مركز اول، يعني المفروض من مصلحتك ان انت تنزله، من مصلحتك انه ما يستفادش بالاخطاء زي الاهلي ما يستفادش بالاخطاء. بيان حضرتك فين؟ مفيش بيان. صياح الكابتن احمد الخضري او الاستاذ احمد الخضري الصحفي اللي كان مسؤول اعلامي قبل كده في نادي الزمالك، صياحه فين؟ لما طلع السيد عبد الحفيظ قال له الدوري موجه، عايزين تدوا الدوري الاهلي، اديهوله اديهوله. طب يعني الحميه بتاعتك وحرقه الدم بتاعتك فين دلوقتي؟ ما تقول، اطلع قول لو عايزين تدوا الدوري لبيراميدز اديهوله، لان لا الاهلي في مصلحتك ولا بيراميدز في مصلحتك. انما الفكره كلها ان انا عايز بيراميدز حليف كتف في كتف معايا، يصيح اصيح، يسكت اسكت، يستفاد استفاد، يخسر اخسر. هي دي فكره الزمالك مع بيراميدز. يحصل اي حاجه هو كيوت وجمهوره كيوت وعلى قلبي زي العسل، وفي ماتشات الاهلي البس له التيشيرت بتاعه تمام تمام. انما عشان مثلا احاول اضغط زي ما بيضغطوا على الاهلي في ان التحكيم ياخد حقه عشان بيراميدز ما يستفادش زي ما الاهلي ما يستفادش، لا طبعا، الموضوع ملوش علاقه بكده. بالنسبه لماتش الزمالك، محمد السيد طرد صارخ، وهو تقريبا كده والله اعلم ان لجنه التحكيم واخده اوردر ان اللي يخش على قصبه رجل لعيب، لو لاعب من الزمالك دخل على قصبه رجل لعيب تاني، المفروض ما تتحسبش حاجه يعني، واذا حسبتها واتزنقت ادي انذار بس وخلاص يعني. انما الفار اكيد كان مشغول، كان بيشرب شاي مثلا، كان الحكم بيتكلم في تليفون، جاي له تليفون كده من البيت ولا حاجه، بيقولوا له هات معاك فينو ولبن وجبنه وانت جاي ولا حاجه، وما شافش. ما شافش، اقسم بالله العلي العظيم الحاله دي لو للاهلي لكان لكانت السوشيال ميديا ولعت وما قعدت، من خالد الغندور على احمد الخضري على عمرو الدرديري على عفت نصار على اسامه حسن على اسلام صادق، كان مولد. قام على الاهلي وما قعدش. ومع ذلك نادي الاهلي ولا طلع بيان ولا عمل حاجه، وادارته ساكته والناس في صمت. علم على الحاجات دي عشان هنعوزها قدام.